عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله، تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله. نتوما والعائلة ديالكم والاحباب ديالكم ان شاء الله. وشكرا لك، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التعاون ديالكم. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم نقدم لكم فيه واحد الحليوه، يعني واحد الحليوه كتجي غزاله ما شاء الله، غزاله 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 ما شاء الله. كنسميها انا حلوه الرافايلو. انا راه كنسميها هاد السميه هادي حيت انا اصلا اللي درت هاد الحلوه، يعني ما شفتها في حتى شي بلاصه، يعني انا اللي اخترعت هاد الحلوه. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الحلوه وتصدق معكم ويعني وتعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله دابا نمروا لطريقه تحضير هاد الحليوه هذه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. نبداو في المقادير. في هاد الحلوه هذه كنحتاج ربعه ديال الزبده، يعني زبده مارغرين او اي نوع من الزبده. المهم الربعه ديال الزبده 250 غرام، و يعني بحراره المطبخ. هاد الزبده بحراره المطبخ. وكنحتاج لجوج كيسان ديال سنيده، وواحد الكاس ديال الزيت، الكيسان ديال العنبه باش كنعبر. هنايا عندي زلافه مع مراش ديال هذا الكوك، كوك محمر. يعني فاش كتحمروا هذا الكوك كيجي غزال، كيجي غزال في الحلوه. وعندي كاس ديال زنجلان محمر وكاس زنجلان محمر ومطحون، يعني عندي كاس ما مطحونش وكاس مطحون. وعندي هنا جوج بيضات. هنايا عندي جوج خمارات ديال الحلوه من فئه 7 غرام، وقبيصه ديال الملحه، والدقيق يعني حسب الخليط. ندوز ان شاء الله لتحضير هاد الحليوه هذه. كنبدا بهذا بالسكر، يعني كنزيدو على الزبده. دابا غادي نخدم هذا الزبده مع السكر ان شاء الله حتى تولي كريمي. المهم غنبقى نخدم هذا الزبده ديالي مع السكر. دابا غنضيف كاس ديال الزيت. وغنبقى نخدم هذا يعني الزبده مع الزيت مع السكر ان شاء الله حتى تولي يعني كريميه. دابا غنضيف ان شاء الله داك الزنجلان اللي مطحون، وغنضيف الكوك اللي محمر، هما كتشوفوه بهذا الشكل هذا، يعني كيجي محمر. وكنضيف داك الزنجلان اللي ما مطحونش. المهم كنبقى مستمره على التخلاط، يعني حتى ينسجموا ليا دوك العناصر كاملين. دابا ان شاء الله غنضيف البيض. وغادي نعاود نستمر في التخلاط.
نسيت ما ذكرتش الكاكاو، نسيت ما ذكرتوش في المقادير. كنحتاج لواحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو المر. كنضيف الخميره وكنضيف الملحه. صافي كنبقى يعني نزيد في الدقيق، يعني نبقى نزيد الدقيق وكنخلط. المهم الدقيق حسب الخليط حتى تجمع ليا ان شاء الله العجينه. دابا تجمعات ليا العجينه. انا كنتاسف، يعني مشى ليا داك المقطع فاش كنت كنكور الحليوه ديالي. مشى ليا داك المقطع. ها هي الحليوه فاش طابت، ها هي كتخرج. خرجتها في الفران، كتولي بهذا الشكل هذا. يعني كنكوروها عادي، يعني بحال كنكوروا اي حلوه. كتجي بهذا الشكل هذا. انا مشى ليا داك المقطع يعني للاسف الشديد. صافي دابا غندوز يعني لتزيين هاد الحلوه. هنايا غندوز يعني نذوب الشوكولات. كنحتاج الشوكولات ابيض وشوكولات اسود، وكنذوبو بهذه الطريقه هذه. يعني كنحط هذا يعني الماء كيغلي فوق البوطه، وكنحط هاد الزلافه فوق الغلاي. هكا يعني بهذه الطريقه كنذوب الشوكولات. المهم دابا كنزيد داك سميتو الشوكولات الابيض. غنضيف ليه واحد شويه ديال الزيت، زيت نباتي. وكنضيف ليه شويه ديال الشوكولات الاسود. يعني بغيت يعني نخرج داك اللون القهوي. ما بغيتوش يكون ابيض وما بغيتوش يكون كحل. المهم كيخرج ليا هذا اللون ديال الشوكولات، هذا اللون اللي بغيت. دابا غندوز ان شاء الله نزين الحلوه ديالي. يعني دابا كنغطسها في الشوكولات كامله بهذه الطريقه هذه. المهم كنبقى مستمره على هذا الشكل هذا ان شاء الله حتى نسالي الحلوه ديالي كامله.
من بعد ما كملت الحلوه ديالي يعني دابا غادي نزينها بالقليل من الشوكولاط الاسود، وضعته في هذه البلاستيكه هذه. غنزينو من الفوق يعني بهذه الطريقه هذه، غنزينو من الفوق. وصافي من بعد ما ساليت الحلوه ديالي هي كتجيب هذا الشكل هذا. كنوضعها في هاد الكويغطات وغادي يعني هاد الحلوه هذه كتحط في الثلاجه يعني باش لان دابا مع الحراره والشوكولات كيدوب، يعني هذه كتحط في الكويغطات وتحط في الثلاجه. هاد الحلوه هذه ولا اروع على حسابي، غير جربوها على حسابي. هاد الحلوه كتجي زوينه زوينه بزاف في الشكل وحتى في المذاق ديالها واعره واعره. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الحلوه هذه. الا عجبتكم يعني هاد الحلوه كنتمنى ان شاء الله ديروا الاعجاب، واللي يلاه اول مره كيتفرج في القناه كنتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.